لازم ابدا الحلقه حالا. سكوت يا لبنت فرتين. ايه ده لما تعش من شافك وحل بلحك وشافك رمضان كريم يا فول. يلا بينا. اتفضلي. ايه الجو ده؟ انا بخاف. واللي يخاف من العفريت يطلع له. افيش مع دلال الشاطر. يا نجمتنا احنا جينا. ايه ده؟ يلا احنا جاهزين. الله 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 الله. ايه بس يا ست فضة يا معداوي؟ واحدة واحدة، فهموني ايه اللي حصل. عايزين نهدي النفوس بينك وبين دكتور مفيد ابو الغار. اعمل الواجب اتشتم ورجالتي يتهزقوا وينطردوا كمان. مين ده اللي يستجري ويدوس على طراطيف خيال فستان الحاج؟ ده دكتور مفيد ابو الغار، راجل ذوق جدا، وعلى فكرة كان عايزنا نسجل عنده الحلقة. ولا حمو نعمل يا ست الحاج. تمسحها فين؟ مبقاش فضل مع الداوي ان ما ربيت له الخفيف وخليته يمشي يتلفت وراه. ليه بس؟ هو عمل لك ايه؟ اسيبها له؟ الله في سماه، لما تكون عشه في السطوح في باب سدره ولا جبل نعسه ما سيبها له. تسيبي ايه؟ الحلقة دي بتاعتك انت، وهو على فكرة اللي قال لنا نجيبك. وانا اللي كنت ناويه له عنانيه ما يعلم بيها الا ربنا. مش بقولك انه راجل ذوق وطيب جدا؟ يا دي الداهيه. في ايه؟ ولا حمو فهمينا بس يا حاجة، فيه ايه؟ الولا نونو راح يلغم الفله ويطير الدكتور. مش هكمل معاكي يا فضة يا معداوي. نروح للحاجة حسنية الطيبة في الدير، قاعدة مستنيانا عند صفية. كل سنة وانتي طيبة يا خالتي حسنية. وانت طيبه يا حبيبتي يا غاليه يا بنت الغاليين. امال فين ولادك يا خالة؟ ورد الشهر ما بتشبعش نوم، لازم تلغزيها علشان تصحى من النوم. وسكينه مخها مزوجر، ورجايه هزلانه، وعبله بعدها صغيره. اعمل ايه؟ اما اروح اصحيهم يجوا يساعدونا. همليهم شوية، ده انا رايداك انت، انا ماليش غيرك النهارده. ما تقوليش كده يا بنتي، خرجيتك واسترجيتك من عين اللي شافك وما صلاش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تسلميلي يا خالة، بس انا اتأخرت جدا على الست سلوى اللي ساكنة قصادك. يا ست سلوى، هو انت فعلا بتدوري على شغل؟ ايه ده؟ هو انا قلت له ده؟ بجد؟ انت بتتكلمي بجد؟ كل الهيئات واصحاب الاعمال بيفضلوا الستات عن الرجاله، ليه؟ لا بقى العكس. بعدين معاكي بقى. ايه ده؟ ما تحط لسانك جوه بقك. حد يكذب على جوزه ويروح يشتغل؟ انت اتجننتي يا ست انت؟ لا بقى، ده انت اللي جننتينا باعمالك. امسك الست دي لحد البيت المدير ما يجي. انا مش قعدالك، انا هروح للهانم. يا هانم السواق جاهز. خد دول علشانك، انت ولد كويس. ولا التاني. وانا عينتك بروح، ابقى خد اليونيفورم من شنطه العربيه وتجيلي بكره مودب وجاهز. خلاص مش هتقولك يا ولد تاني. شرط نور. امسك يا ولد. ايوه امسك ووصل الهانم عند مختار بيه. قلت لك نايم مفيش داعي تزعجيه، اتفضلي يلا روحي على اوضتك. ايوه بس انا عايزه اطمن عليه، ده برضو الاستاذ. انا لما اقول لك على حاجه تعمليها ولما امرك امر تنفذيه. ولو ما سمعتش الاستاذ همشي واسيبك يا رأفت. مختار اصحى يا مختار اصحى. ايه رأفت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تاني يا رأفت تاني؟ لا انا ما اقدرش على رأفت. طب اروح لمين يا ربي؟ هروح لنفيسة ولا اقول لكم؟ لا هروح لحفيظة. فاكر ليلة دخلتني؟ يا سلام، دي كانت ليلة. واخرتها معاكي يا حفيظة. انت عايزة ايه مني؟ يعني ما انتش عارف يا عمدة هي عايزة ايه؟ عايزة تغيظ العروسة طبعا. انا عايزاك تبقى تهن. شوف انت اتهبلتي. يا راجل انت بتزعق فيا. ايه اضربك بالبرغة يا عمدة، مش كده. هي حصالي. لا مش كده يا عتمان. طب طلقني زي ما انت عايزة. وترجع لي ال 200 فدان بتوعي برقهم وحساباتهم من يوم ما اتجوزتك. هي حبكت الليله كوم وطلعكم. من يومك شخصية قوية، بس في المجهول ما تخيلناش ابدا انك ممكن تقتلي الرجال. كل واحد له عمر مكتوب له يموت امتى وفين. بس اللي انت عملتيه ده جريمة، ده شيء فظيع جدا. علشان كده لينا حق في كل اللي بنعمله. حكمتك يا رب. اقبض عليها حضرة الضابط، دي هي الراس الكبيرة في كل حاجة. انت بتعملي ايه هنا دلوقتي يا ام نعيمة؟ جيت اصفي الحساب واتوب، ملحقتش. يا سيدة الإحساس الرفيع والأداء الراقي، أمتعتينا بأدوارك في المسرح والدراما والسينما. حد ينسى بداية ونهاية؟ ولا حكمتك يا رب، ولا الزوجة التانية، ولا الرسالة،
ولا مستحيل ولا المجهول ولا سواق الهانم؟ ويا سلام على عيون وفضل معداوي وساكن قصادي وخالتي صفية والدير وغيرها وغيرها من الأعمال اللي لا يمكن ننساها للفنانة القديرة سيدة الإحساس سناء جميل.